طبعا لها مؤلفات كتير حدث ولا حرج يعني، ولها نشاط علمي وثقافي ومعرفي واسع جدا، وهي من بنات يعني مركز تاريخ مصر، بنات يعني منتمية ليهم يعني، بس عشان الشباب بس صغروا لي يعني. فالدكتورة سحر هتنقل لنا الموضوع مهم جدا عن ميزة من مزايا روزا اليوسف اللي هي الكاريكاتير. والحقيقة اللي أسس الكاريكاتير ومصره ألكسندر صاروخان. لازم بغض النظر عن إنه أرمني وإنه ما كانش بيعرف عربي، لكن بإحساسه هو اللي ابتكر لنا الشخصية الكاريكاتورية المصري أفندي. وموضوع الدكتورة سحر عن المصري أفندي مرآة العصر بروحها الساخرة. فلتتفضل. طبعا كل الشكر سيدي الرئيس، وبشكر حضرتك على قبولك الدعوة بانك تتفضل وتشاركنا في هذا العرس الثقافي. وانا بعتبره عرس لاني بالفعل روزا اليوسف لعبت دور كبير جدا في المجتمع المصري على مدى قرن من الزمان. بس قبل ما ابدا كلمتي عايزه اتوجه بالشكر لاداره كتب والدكتور اشرف قدوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، الدكتور عبد المنعم سعيد مديرنا، وكل زملائي بالمركز والأستاذة نريمان مدحت، لأن كلهم لعبوا دور الحقيقة في وصول هذا العرس أو ان اليوم الثقافي والاحتفاليه الثقافيه دي تطلع بالصوره اللي احنا شايفينها. فطبعا كل الشكر والتقدير لزملائي بالمركز والدكتور عبد المنعم. الحقيقه ان موضوع المصري أفندي انا من الناس اللي وقعت في غرامه. ليه؟ لاني انا اشتغلت على موضوع المصري أفندي من بدايات شغلي في الاول في ايام الماجستير، موضوع الازمه الاقتصاديه العالميه واثرها على اوضاع مصر. لقيت ان شخصيه المصري أفندي كانت شخصيه بتعبر عن العقل الجمعي المصري. والحقيقه ان السيده فاطمه اليوسف لما اصدرت مجلتها المشروع التنويري الصحفي الجريء كانت مؤمنه بان الكلمه قادره انها تشكل وعي المجتمع وتفتح نوافذ جديده للحريه، للنقد، للابداع. وكان احد وسائل هذا النقد هو فن الكاريكاتير اللي ظهر لنا بصوره المصري أفندي. على مدى 100 عام ظلت روزا اليوسف منبرا للفكر التنويري تساند المواهب الشابه وتواجه بالمقال والصوره والتصميم الفني كل ما يهدد العقل المصري والعربي من جمود او تطرف. كانت بالفعل روزا اليوسف هي مدرسه صحفيه بتوازن بين الجديه السياسيه والجرأة الثقافيه، بين النقد المسؤول والجماليات الفنيه. عكست صفحاتها نبض المجتمع واكتشفت اجيال من الكتاب والرسامين والمفكرين لتصبح فيما بعد وكما شاهدنا هي شاهدا على تحولات مصر الكبرى في قرن كامل من الزمن من نهضتها الوطنيه الى بلوغ الحداثه. الحقيقه موضوع المصري أفندي قبل ما ابدا اني اتكلم عنه في مجموعه من الاسئله 10 دقائق. في مجموعه من الاسئله بتطرحها الورقه. المصري أفندي مين؟ المصري أفندي ازاي ظهر؟ مين اللي ابتكر الشخصيه او مين بالاصح اللي اقتبسها؟ دي صوره المصري أفندي اللي مثلها لنا الرسام ألكسندر صاروخان. ليه ظهرت على صفحات روزا اليوسف في التوقيت ده تحديدا؟ ايه الدور اللي لعبته في المجتمع المصري؟ ايه هي كانت رؤيته للحركات الاحتجاجيه؟ وبمعنى اخر عبر ازاي عن ثقافه الاحتجاج في المجتمع المصري؟ الحقيقه في البدايه هي شخصيه كاريكاتيريه. فن الكاريكاتير هو فن ساكر من فنون الرسم، بيقدم لنا صوره بتبالغ في اظهار تحريف الملامح الطبيعيه او خصائص ومميزات شخص او جسم ما بهدف السخريه او النقد الاجتماعي او السياسي.
كمان فن الكاريكاتير بيبقى له قدره على السخريه والنقد بما يفوق المقالات والتقارير الصحفيه اللي بتتكتب، لان الصوره الكاريكاتوريه بتمثل رساله من الفنان للمتلقي من خلال سياق مشترك قائم على بنيه الواقع اللي بيعيشه المجتمع وايضا الفنان والمتلقي. ده اللي قدر الكسندر شاروخان يقدمه لنا من خلال شخصيه المصري افندي. والكاريكاتير ليه انواع كتير، اجتماعي، سياسي، رياضي، الى اخره. شخصيه المصري افندي زي ما قلنا هي زي ما احنا شايفين شخصيه رجل قصير القامه، ظهرت بطربوش وسبحه في ايده. وده طبعا بيعبر عن شخصيه الشخص المصري او الرجل المصري. مين اللي قدمها؟ اللي قدمها لنا هو الفنان الارميني الكسندر شاروخان. بنقول ان هو جنسيته ارمينيه، لكن هو ارميني الاصل، مصري الهوى. ولد في باتوم اللي هي موجوده على البحر الاسود عام 1898. انتقل لتركيا مع اسرته في 1909. وفي عام 22 سافر لفيينا والتحق بمعهد الفنون الجرافيكيه. وهو موجود هناك كان ليه صديق مصري اتفق معاه ان هو يجي مصر واستقبله بالفعل، وهيصدروا مجله مصوره، وبالفعل جه واصدر عددين من المجله المصوره، لكن لتعثر الحاله الماليه وقف المجله دي وقفت. في سنه 24 طبعا ده قابل هو انهى دراسته الاكاديميه في سنه 24 وبعد كده جه لمصر. لما جه لمصر واصدر المجله قابل بالصدفه في ورشه الفنان الارميني بربريان محمد التبعي، واتفق معاه ان هو يعني ياخده يرسم معاه في مجله روزا اليوسف، واتفق انه هيرسم معاه بالقطع، وبالفعل هو وافق. وما كانش بيعرف يعني ايه كاريكاتير سياسي، وما كانش عارف من اللغه العربيه غير بعض الكلمات القليله. فمحمد التبعي بيقول له ليه انت ما ترسمش كاريكاتير سياسي؟ قال له ازاي؟ فالتبعي شارك السيده روزا اليوسف في الفكره والراي، والاثنين قالوا له احنا هنعلمك وهنوريك ازاي ترسم الكاريكاتير السياسي. واحضروا لي بعض صور القاده السياسيين المصريين واقترحوا عليه الفكره اللي هم عايزين يرسموها. وده بالفعل اللي حصل مع شخصيه المصري افندي. والحقيقه ان الفكره الاساسيه كانت للسيده روزا اليوسف اللي اوحت بيها لشاروخان. كان في التوقيت ده في مجله الكشكول بترسم بعض الشخصيات الكاريكاتيريه وبتحركها، اللي هي زي شخصيه جحا، وبتحركها في صورها السياسيه. وبالتالي فاطمه والتبعي حاولوا ان هم يوجدوا شخصيه خاصه بيهم يعبروا بيها عن رايهم السياسي في المجتمع المصري. بحثوا في الصحف الاجنبيه، وجدوا مجموعه من الشخصيات الكاريكاتوريه زي ماريان الفرنسيه، جون بول الانجليزيه، العم سامي الامريكي. كان ايضا في شخصيه رسمها الفنان الايطالي هنري دوميه، وكانت شخصيه الموظف المرتشي. لقوا ان الشخصيه دي ممكن ياخدوها ويمثلوها، وبالفعل خدوا الشخصيه دي، كانت منشوره في الديلي اكسبريس للفنان ستروب، وهو بيلبس قبعه وبيحمل في يده مظله. شالوا القبعه وحطوا مكانها الطربوش، وشالوا المظله الشمسيه وحطوا مكانها السبحه، وبالتالي ولبسوه نظاره سميكه ووضعوا زي ما قلت في ايده المذبحه، وبالتالي اصبحت هي دي شخصيه المصري افندي اللي احنا شايفينها قدامنا. طبعا بداوا ان هم يعلموه، وبدا ان هو يدوا له الصور ويصدر لنا او يطلع لنا عدد كبير من الرسومات الكاريكاتيريه اللي بتعبر عن نقدهم للمجتمع. وبالتالي نجحت فاطمه اليوسف في خلق مساحه للكلمه الحره، ونجح شاروخان في منح هذه الكلمه وجه انساني خالد. المصري افندي انا بعتبره ابن الاثنين، شاروخان وروزا اليوسف، والحقيقه ان هو صار رمز ثقافي بيتجاوز حدود الزمن، لانه باختصار كان وما زال مرآة شعب وروح امه. المصري
افندي ما كانش شخصيه كاريكاتوريه عاديه على غلاف الصفحات، انا اعتبرته ان هو روح تمشي بين السطور، صوت خافت بيفصح عما يتهامس به الناس، خرج من بين اصابع رسام امن بان الضحك قد يكون اكثر حده من السيف، ومن عقل امراه رائده ادركت ان المجتمعات تحتاج احيانا الى مرآة تفضح وتضيء في آن واحد. هكذا ولد المصري أفندي بطربوشه وملامحه المدهشة وخطواته المترددة الواثقة، كأنما جاء ليقول إن المصري يرى كل شيء لكنه يختار أن يبتسم. كان المصري أفندي رمزا وضميرا ومزاجا عاما يقف في مواجهة عصر سريع التقلب، فيجعل من السخرية لغة حكيمة، ومن الابتسامة سلاحا رقيقا يعري العيوب دون أن يجرح ويكشف الحقائق دون أن يرفع صوته. إنه ليس مجرد رسمة، بل هو مرآة الزمن التي تعكس ما يخفي وتبالغ فيما يرى، ليدرك القارئ أن خلف الخطوط البسيطة عقلا جمعيا يهتز ويضحك وينتقد ويأمل. الحقيقة أن أنا هنا في بعض الصور اللي حابة أوريها لكم لرسومات المصري أفندي اللي رسمها الفنان صاروخان، ودي آخر حاجة أنا هختم بيها. يعني احنا عندنا مثلا في هنا رئيس الوزراء والمصري أفندي، وهم المصري أفندي خايف منه، خايف من القيود والقوانين الجديدة اللي بتصدر ضده. هنا ايضا غول القوانين الاستثنائيه اللي صدرت، وازاي شخصيه المصري أفندي اللي بتعبر عن المجتمع المصري خايف منها ومن تاثيرها عليه، وازاي هيكون تاثيرها على المصري. وايضا هنا كتر المظالم والشكاوي اللي بتقع على راس المصري أفندي. يعني احنا عندنا مجموعه كبيره من الرسومات اللي رسمها الكسندر صاروخان. هنا ولاده الدستور، ازاي الولاده متعثره، الاحتلال وازاي بيتحكم في الحكومه، والمصري أفندي واقف مفيش في ايده لا حول ولا قوه. ازاي ان كل شيء بيحصل سواء من الحكومه او من الاحتلال كله واقع على راس الشعب المصري، وهم اللي بيتحملوا تبعات هذا. ولا زال بس ما علينا يعني. الحقيقه ان انا بشكر جدا جدا دكتور محمد لادارته الجلسه، بشكر زملائي بالمركز مره ثانيه، بشكر الشباب الجميل اللي شرفنا سواء من CIC او من اكاديميه الشروق، وبشكر الحضور الكرام سواء من داخل مصر او من خارج مصر، من سوريا استاذ احمد، وشكرا.